أعلن خفر السواحل اليوم خلال مؤتمر من بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام تيتانيك تشير إلى وقوع انفجار كارثي. وقال الأميرال جون اليوم الخميس في مؤتمر صحفي هذا الصباح: تم اكتشاف حطام تابع للغواصة تيتان في قاع البحر على بعد حوالي 1600 قدم من سفينة تيتانيك، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق. كما أضاف بعد التشاور مع خبراء القيادة المشتركة: يستنتج أن الحطام يشير إلى خسارة ركاب تيتان بهذه الكارثة، وأعرب عن أحر التعازي لعائلات الركاب. في السياق رجحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام تيتانيك بأن الركاب الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم بكل أسف. وقال خبر أيضا في بيان: قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. وكانت الغواصة اختفت الأحد الماضي بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4000 متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها، وهي تحمل على متنها 5 ركاب.